انا جيت امبارح بقى خدتكم وخلصنا الامتحانات الحمد لله. تعالوا بقى نشحن الطاقه اللي خلصت في الامتحانات. هاخدكم معايا دلوقتي، واول حاجه هنعملها هنجهز شنطتنا علشان نروح نشحن طاقه، واخدكم معايا واحنا بنشتري الحاجه. علشان ما ننساش محتاجين مناديل، ومحتاجين بوتاجازنا اكيد. البوتاجاز الجميل بتاعي خلص، الانبوبه اللي فيه خلصت وفرقعت لوحدها، فاحنا هناخد ده مؤقتا وكمان اكثر امانا. هناخد معانا سمسم، فلفل اسمر، هناخد ملح، هناخد الحاجات بتاعت وصفتنا الجميله، هناخد سكينه، وهناخد المعدات اللي هنستخدمها، ونروح دلوقتي نشتري الحاجات اللي ناقصانا من السوبر ماركت، ونمشي على طول على المكان واللوكيشن اللي احنا هنصور فيه. يلا بينا. دلوقتي احنا عايزين بقى نحدد احنا محتاجين ايه. انا هعمل شكشوكه يعني، مش هعمل حاجه. فاحنا عايزين بيض، وعايزين فلفل، وعايزين نجيب فينو. ندخل الاول نجيب البيض والفلفل. لا احنا جبنا البيض، عايزين طماطم وعايزين فلفل. ركز يا دماغي. عايزين طماطم وعايزين فلفل، وبعد كده نروح نجيب الفينو. يلا بينا. لا طب ايه الفرق بقى؟ هنجيب بقى الخضار. وعايزه اقول لكم مش لازم الاكله اللي انتوا هتعملوها تكون اكله صعبه او اكله قويه او كبيره، ممكن حاجه بسيطه جدا. بس هي الفكره ان احنا بندرب مخنا وعقلنا ان احنا بنديله بريك وبنديله جايزه في جو حلو بعد الوقت اللي احنا ضغطناه فيه. دي طريقه لازم تتعاملي مع مخك وعقلك بيها، وتدربي اولادك عليها، وتدربي كل اللي في البيت، علشان احنا نبقى قادرين ندي بعدين ونبقى مبسوطين واحنا بنجتهد واحنا بنعمل حاجه